اليوم جديد باش نعمل بانكيك في الدار. خرجت باش نمشي نقضي من المغازان حاجات اللي ناقصين في الدار، وتوا باش نعطيكم الغوسيت نتاع البانكيك. حطيت عظمتين، 3 مغارف سكر ومغرفة فانيلا ومغرفة زيت، وخلطتهم الكل مع بعضها. ما عنديش الباتور الكتريك دونك عملت بهذه مانيوال. توا باش نزيد كاس حليب والفرينة لازمني نصفيها باش تجيني التكستور باهي نتاع البانكيك. حطيت كاس فرينة وقعدت نخلط فيهم بالكدا ومش نزيدهم مغرفة خميرة ورشة ملح، وهذه التكستور اللي جاتني. خليتها ترتاح ربع ساعة. الاختيار ليكم، تحبوا تعملوها كبيرة صغيرة متوسطة، يعني عملتها عادية اللي عندكم زينوا بيه. باغ اكزومبل اني حطيت بانان، شوكولا، نستلي، فستق، بلو بيري، اي حاجة عندكم في الدار اعملوا بهاني. هذا اللي لقيته موجود زينت بيه. اي جربوها واعطيوني رايكم. بالشفاء والهناء. ما عينيش باش نكمل نطيب العشاء، قررت باش نهز اختي تاكل الماكله الفلسطينيه على الاردنيه. برياني باللحم واللوز واللبن نتاعو ياسر بنين. اختي ما عجبهاش، قالت لي قوي برشا. عملني الحقيقه عجبني، اني استانست سيبون، تعودت على ماكلتهم وليت نحبها. وخدينا مناقش معروفة في الأردن وفلسطين كيف ياسر بنينة، أم بالزعتر قوية بالفخماج أبن. وهذا لحم في القلة، أي الحمد لله عجبها ورضت علينا في الآخر. كهو قعدت نعملها بشوية صور خاطر الديكوراسيون عجبتها برشا. كي جينا مروحين جينا بولت، عاد ريحة الكهرباء ما عجبتناش، حلنا العنبر. عاد قلت خليني نبارطاجي معاكم الحاجة المزيانة هذه في السعودية. كاو هذا الفلوق متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. باي.